سامعين يا ولاد الطشه يا ولاد؟ تعالي بقى اقولك اسرار وتكات طشه الملوخيه. عشان تطلع معاكي ملوخيه حلوه وتسمعي صوت الطشه ده، قبل ما اقولك ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنسمي بسم الله ونبدا في الملوخيه بتاعتنا الخضره الحلوه اللي انا هقول لكم انا عملتها باسهل طريقه ازاي. طبعا الملوخيه يعني بتنجان، زي ما انتم شايفين كده حته البتنجان المخلله كده اللي الايد كده بتتمد عليها كده، بتلمي عيالك كده حواليكي وتاكلي بقى الملوخيه كده مع طبق البتنجان. وما تنسيش تدعيلي. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم عشان تطلع معاكي الملوخيه بسر ونجاح الملوخيه زي اللي بتاكليها في المطاعم بره، وبسر جدتي ونفس امي. هنعمل الملوخية ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت الملوخية والبتنجان، هنبدأ نقطف الملوخية بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده بقى، ملوخية خضرة كده حلوة بتاعت الصيف. طبعا الملوخية بتاعت الصيف دي بقى بتبقى طبعا ده اوانها وبتبقى جميلة جدا. قطفت الملوخية وغسلتها، وزي ما انتوا شايفين كده الملوخية كده الورقة بورقتها وخضرة وجميلة جدا. هنسمي بسم الله كده، وزي ما انتوا شايفين كده الملوخية طالعة كده بالعرق بتاعها وطبعا الخضار بتاعها. وطبعا انا بوريكم انا بعمل الطشة ازاي. اول حاجة بعد بقى ما عملت الملوخية انا فرمتها في الكبة، ما خرطتهاش. انا فرمت الملوخية في الكبة تمام. واول حاجة سبت الشوربة تغلي. اول ما الشوربة بتغلي انتي طبعا بتجيبي الطشه بتاعتك، بتحضري الثوم. طبعا بتدقي لها ثوم مخصوص، بلاش الثوم المفروم الجاهز. وتحطي لها كزبره وتحطي لها فلفل اخضر، كل دوت طبعا بتدقيه. وكمان بتحطي لها معلقه ونص من السمنه. دي كده معانا طشة الملوخية. في نفس الوقت بقى بيكون عندك شوربة سخنة بتغلي، لازم تكون بتغلي، وتحطي في الشوربة فص ثوم ومعلقة من الكزبرة. وطبعا الشوربة بتكون انت بقى محيقاها من قبليها تمام. وبعد كده بننزل بالملوخية بتاعتنا وبنتشها بقى. عشان تديكي سر بقى طشة الملوخية، لازم الملوخية تكون الشوربة بتاعتها سخنة بتغلي، وتنزلي الملوخية فيها وتاخد غلوة كده على النار. وقبل ما الملوخية تغلي قوي تكوني بقى محضرة الطشة بتاعتك ونازلة على طول بالشوربة، نازلة على الشوربة على طول بالطشة بتاعتك. هتطلع معاكي احلى واطعم ملوخية بسر الطشة، وبجد جميلة جدا وبألف هنا وشفا. وما تنسيش تحطي لي لايك، وما تنسيش حتة البتنجان. ومع السلامة.